ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم مروه وقناتها بيهوم. جالكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. فيديو النهارده هاخدكم كده في جوله جوه التلاجة، اوريكم طريقه تنظيمي للتلاجة من جوه ازاي، وقد ايه المنظمات اللي انا جبتها الفتره اللي فاتت دي كلها فرقت بالنسبه لي جدا، وفرقت في تنظيم التلاجة وفرقت استخدام. واللي عاوز يجيب حاجه من التلاجة بيجيبها بمنتهى السهوله، مش محتاج ان يسالني او يقول لي فين الحاجه الفلانيه او كده، لا بيمد ايده ويجيب اللي هو عاوزه بمنتهى السهوله. فاكيد سهلت عليا كتير. تلاجتي من بره مفيهاش اي حاجه غير اللي انتوا شايفينهم دول. نوت كده بكتب فيها طلبات الشهر او الحاجات اللي ناقصه عندي، وهي دلوقتي الحمد لله فاضيه ان انا جبت طلبات الشهر بتاعي يعني. وفيها الفاظ الصغنطوطه الجميله دي، وما فيهاش اكتر من كده. في كذا حاجه دي اي واي ان شاء الله اعمله لكم على التلاجة، وهنعملهم مع بعض ونجدد من شكل تلاجتنا. بس انا هوريكم النهارده جوله في التلاجة من جوه، مش هوريكم الفريزر. في الفريزر ان شاء الله هوريكم في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم، عشان في تكات كده حلوه ان شاء الله تستفادوا منها في الفريزر. يلا كده نفتح التلاجة ونقول بسم الله لا قوه الا بالله. يلا تعالوا نفتح واوريكم انا منظماها ازاي. اهو شايفين قد ايه التلاجة منظمه. تعالوا بقول لكم انا منظماها ازاي وحاطه ايه وكل الكلام ده كله. على فكره مش لازم المنظمات دي، هاتي اي حاجه عندك، اي مصفى، اي طبق، اي حاجه نظمي بيه هتفرق بالنسبه لك جدا، وبجد هتسهل عليكي جدا استخدام التلاجة. اول واحد ده حاطه فيه كل الاجبان، الجبنه الرومي، اللانشون، الجبنه اللي عاملاها بالطماطم، جبنه بيضه بالطماطم، ودول كانوا شويه عسل بالقشطه فضلوا من الفطار. اي حاجه بتفضل، ما بحطش اطباق خالص جوه التلاجة، كله في علب زي ما انتم شايفين كده، ولا حلل ولا اي حاجه بحطها في التلاجة. الحله الوحيده اللي انا بحطها الحله بتاعه اللبن او الحليب عشان اخليه يكون قشطه، وبعد كده برجع افضيه في الازايز بتاعته. هنا ده الخضار الورقي بتاعي برضو في المنظم، وهنا شويه ملوخيه فضلوا من الغدا، وشويه فول فضلوا من الفطار، ودي الزبده بتاعتي. نيجي لتاني رف بقى. هنا كل الحاجات الخاصة بالحلويات، الشوكولات شيبس، الشكوبوم، الفانيليا، مش عارفة ايه الحاجات دي كلها بحطها هنا كده في منظم، والموضوع سهل جدا وملمومين مع بعض. هنا برضو حاطة اجبان، الجبنة المثلثات، الجبنة البيضة، الجبنة الخاصة بالبرجر، كل الكلام ده محطوط في علبة، فاللي عاوز هيخش ياخد على طول والموضوع سهل. هنا ده البيض بتاعي، زي ما انتوا عارفين بجيب البيض بالشهر، فالجزء الزيادة بحطه جوه التلاجة. الاستخدام اليومي بخلي كده حبة بره، عشان لو هعمل كيك هعمل اي حاجة يبقى سهل بالنسبة لي، مش محتاجة ان انا اسيبه يهدى شوية من البرودة. هنا المنظم ده اللي معايا، ده انا حاطه فيه كل الحاجات اللي هي الفانيليا، البيكنج باودر، الحاجات دي كلها عشان تبقى برضو جنبي وحافظ عليها ما يحصلهاش اي حاجه. تاني رف حاطه فيه او تالت رف، هنا اهو حاطه كل الصوصات، الكاتشب، الليمون اللي هو الصناعي، مستردة، الحاجات دي كلها. هنا اهو حاطه الطحينه والعسل الابيض والعسل الاسود والمايونيز، وده برطمان الخميره بتاعي عشان بجيبها اللي هي بنص كيلو او بالكيلو. هنا هو ده الخاص ببنتي، الزبادي واللبن والعصاير وبسكوتات او شوكولاتات عشان بيبقى سهل لو هي عاوزه حاجه تاخدها. هنا هو ده حاطه فيه برطمانات ورق العنب. للاسف انا السنه دي ملحقتش اخزن، كان عندي ظروف صحيه فما خزنتش. هنا بقى حاطه ايه، حتى الكابوتشيا قرنبيط، هنا برضو كابوتشيا. هنا حاطه بتنجان ابيض واسود، وهنا حاطه فلفل وبتنجان وفلفل رومي. تحت حاطه طماطم وخيار وليمون وجزر. هنا التفاح. هنا بقى حاطه ايه، تعالى اقول لكم هنا حاطه ايه في الدرج. في الدرج انا ما بحطش خضار، انا بحط البقوليات بتاعتي اللي هي بستخدمها من وقت للتاني، مش بستخدمها على طول، زي مثلا الحمص، الطبيخ، الشوفان عندي في البرطمان فزياده بحطه هنا، شويه ترمس، البقسماط الزياده اللي عندي،
دي الحاجات اللي انا بحطها في الدرج هنا اهو. مش بحب ان انا احط الخضار تحت، بحس ما بيتحافظش عليه كويس، وهقول لكم ان شاء الله طريقه حفظ الخضار يقعد من الشهر للشهر. الكابوتشا دي انا يعني ما جبتش الشهر اللي فات لغايه اخر يوم من ساعه المشتريات اللي انا كنت جايباها في هايبر، وانا ما جبتش الكابوتشا، كانت عندي في الثلاجه وبستخدمها وما حصلهاش اي حاجه. يعني متخيلين قعدت معايا شهر او تقريبا 25 يوم بالظبط. فان شاء الله هقول لكم طريقتي في تخزين الخضروات وان شاء الله تستفادوا منها. تعالوا بقى نشوف باب الثلاجه. عندي باب التلاجة انا مش بحط هنا مثلا اي حاجة غير التوابل. ممكن اللي ما يعرفش طريقة تخزين البهارات يشوفها، دي مش البهارات انا بستخدمها يوميا، لا دي البهارات الزيادة اللي عندي بحطها هنا كده بالمنظر ده. عندي كده تحت هنا اهو حاطه الحليب، ازازه الحليب اهي اللي فضيتها وده باقي منها، وتونه، وهنا ده كان طبق رز بلبن طبعا محطوط في علبه. يعني انا مش بحط اطباق كده، جايبه العلب او اطباق بغطيان عشان اقدر ان انا احط براحتي في التلاجة. وهنا ازايز الميه بتاعتي، يعني مش بحط حاجه كده وخلاص. حابه تحطي ادويه حطي منظم زي ده حطي فيه الادويه، شوفي احتياجاتك وتلاجتك بتاخد ايه ونظميها بطريقه سهله وبسيطه، مش لازم تكلفي نفسك. ان شاء الله كل شهر مثلا تجيبي لك منظمين 3 وبجد هيفرق بالنسبه لك جدا. انا شخصيا فرق بالنسبه لي. شايفين المنظر يهدي كده الاعصاب ويريح العين. الاول كانت الحاجه فوق بعضها وكل اللي عاوز حاجه يسالني عليها، لا الموضوع اختلف تماما. بجد يعني فرقت معايا. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله هوريكم طريقتي في تنظيم الديب فريزر وان شاء الله تعجبكم. بالمناسبه الفريزر ده انا مش حاطه فيه حاجه غير الاسماك والثوم، الحاجات اللي هي يعني ريحتها نفاذه. وبقيت حاجتي في الديب فريزر، فهوريكم طريقتي في تنظيم الفريزر بتاع التلاجة، وان شاء الله يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم واستفدتوا. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، وباي باي.